رئيس الاتحاد الأرجنتيني يصرح بشأن صعوبة المنافسة أمام الملف الثلاثي للمغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030. صرحت شيكي طابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الصحيفة الأرجنتينية الشهيرة أولي عقب فوز الملف الذي يضم كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030، وقال أنه كان من الصعب للغاية بالنسبة لأمريكا الجنوبية أن تحصل على استضافة بطولة بهذا الحجم، وأضاف كان من المستحيل الحصول على الأصوات والاستثمارات اللازمة، ولكن مع تدخل أليخاندرو دومينغيز رئيس الكونميبول تمكنا من ضمان تمثيلية الدول الأمريكية الثلاث. وزاد ستستضيف البلدان الأمريكية الثلاثة مبارياتها الأولى في المونديال دون استثمار أي شيء لأن الملاعب موجودة بالفعل، وأهنئ كل من جعل هذا ممكنا. كما ناقشت ذات الصحيفة الأرجنتينية سبب استبعاد تشيلي من استضافة إحدى مباريات المونديال، وقالت أن ملف أمريكا الجنوبية كان في الأصل يتعلق بدولتين فقط وهما أوروغواي والأرجنتين، قبل أن يتوسع ويضم باراغواي وشيلي بعد قرار الفيفا برفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا. وذكرت أولي أيضا نقلا عن أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية كرة القدم أن عدم منح تشيلي استضافة مباراة في كأس العالم لا يعني أنه لم يفعل شيئا لحدوث ذلك، لكن القرار اتخذه الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا وليس الكونميبول. فما رأيكم باعتراف رئيس الاتحاد الأرجنتيني بقوة الملف الثلاثي للمغرب والبرتغال وإسبانيا وصعوبة منافسته؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.